لما بفتح الاوتلوك الرسائل بتاعتنا بتروح فين؟ يعني لما حد بيبعت لي رسائل وبتكون موجودة على السيرفر وبفتح برنامج الاوتلوك، الرسائل بتاعتنا لما بنستقبلها بتروح فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده موضوعنا النهاردة، وهنبتدي بان احنا هنبعت رسالة نيو مسج، والرسالة دي هنطلعها من تيست وهنوديها على تيست 2، وهيكون العنوان بتاعنا هنقول تيست 001. الرسالة دي لما هبعتها على طول اوتوماتيك، طبعا هنكتب في الموضوعات اي حاجة، لما هبعتها اوتوماتيك هتروح على التيست 2، لان انا بعتها من التيست للتيست 2. انا عندي هنا في 2 نيو مسجز. نشوف كده لما يعمل send and receive وهيودينا الرسالة دي هنا ولا لا. انا باعت من تيست لتيست 2، يبقى الرسالة مفروض هستلمها في الانبوكس بتاع التيست 2. ما زلنا منتظرين، بيعمل السند اند ريسيف بتاعه وبياخد وقته عشان نعرف الرسالة وصلت ولا لسه. تاني send and receive، منتظرينه، بقينا 3 مسجز والرسالة بتاعتنا وصلت. ده الشكل الطبيعي والمعتاد. احنا هنا عايزين نقول له لما رسالة تجيلي من تيست وديها لي على فولدر باسم، هقول نيو فولدر باسم تيست. يبقى الرسالة لما تجيله هعملها حروف كابيتال، لما الرسالة تجيلي تروح في المكان بتاعها. يبقى انت لو عندك العميل 1 والعميل 2 والعميل 3 وعايز الرسائل بتاعتهم لما حد يبعت لك تروح على طول تصنف نفسها في سب كاتيجوري باسم العميل، هنعمل ايه؟ هقول له الرسالة دي لما تجيلي الرول همانج الرول. يبقى انا وقفت على الرسالة ومن الرول قلت له همانج الرول، وبقول له الرسالة لما انا اسف من الرول هقول له مانج الرول، او ممكن نقول له كرييت رول. لما هكرييت رول بقول له السبجكت انا مش مهتم بيه، لان انا ممكن استلم سبجكت مختلف بموضوع النهارده، بشحنه النهارده، بالطلبيه بتاعت النهارده، بالفاتوره بتاعت النهارده، بالكومبلين بتاعت النهارده. فالسبجكت هو عاده مختلف. لكن لما تكون فروم التيست والسند تو مبعوثه للتيست 2 على طول هروح اقول له، طبعا ممكن اقول له اعمل لي كمان صوت، ممكن اقول له اعمل لي صوت، لكن هقول له براوز وهقول له وديها لي على طول، هقول له او سيلكت فولدر وهقول له وديها لي على طول على مين؟ هدور على التيست 2 واقول له حطها لي تحت الفولدر اللي اسمه تيست واقول له اوكي. يبقى انا بدور على البي اس تي اللي انا عايزها وسيلكت الفولدر اللي انا هشتغل عليه. اوكي اوكي. تعالوا بقى نجرب، نقول له طبعا انا التيست ستيل فاضي عندي، هقول له نيو وهطلع رسالة من تيست، هبعت على تيست 2 وهقول هنا ايه؟ second تيست، وهنكتب وهقول له send. المنتظر ان هي ما تجيليش في الانبوكس الديفولت، تنقل نفسها على طول على مين؟ على التيست، تنقل نفسها على طول على مين؟ على التيست. نروح نشوف كده الراجل بيعمل ايه. هو لسه بيسينك وفي مرحلة السندنج. اول ما يخلص السندنج دي على طول هنقوم رايحين عاملين سند اند ريسيف تاني عشان ما نستناهوش، عشان نجات المسجز الجديده. زي ما بقول تقدر تصنف بحاجات كتير، ان انت تاخد المسج توديها على الفولدر الخاص بتاعها اللي معمول لها. تقدر تقول له هي رايحه اعمل لي ليها صوت، وهي رايحه اعمل لي ليها نغمه بصوت عالي. نشوف كده رساله هنا عندي 2 وهنا فاضي، يا ترى هينفذ الكلام اللي قلنا عليه؟ اصبح من 2 وعندي هنا 1 مسجز اللي هي جت اللي هي السكند تيست. ده كان درسنا النهارده، وباذن الله في الحلقات الجايه هنشرح حاجات يونيك مش موجوده او مش كتير مننا بيعرف يعملها،
ان احنا نكاتيجرايز، ان احنا نصنف العملاء، ان احنا نقدر نبعت حاجات خاصه بمناسبه المواسم والاعياد والاجازات الطويله. ودي كانت حلقتنا النهارده، وما تنسوناش في السبسكرايب والشير واللايك. دمتم في امان الله.